سلام عليكم، حسن من قناة أدلر. ورجعت لكم اليوم بفيديو جديد. اسمعوني منيح، القصة اللي راح نحكيها اليوم مو بس مرعبة، هي لغز، مأساة وخيانة وكل شي بيناتهم. شاب ناجح محبوب عايش حياته وعم يساعد الكل، بيختفي بليل وبيوم. 4 مليون دولار. بس الغريب لا في أثر ولا في شهود ولا حتى نقطة، لحد ما القدر قرر يكشف السر بعد 12 سنة. بس كيف ومن القاتل وشو صار فعلا؟ خليكم معي للآخر لأن النهاية مستحيل تتوقعوها. السلام عليكم. قصة الليلة عن خالد، شاب من نابلس، من عرب ال48، يعني من الناس اللي ما تركوا أرضهم. خالد كان إنسان بمعنى الكلمة، محترم، خلوق، ذكي، طموح، مهندس معماري، لسانه حلو، شغال بكل طاقته من أجل بلده. رفض عروض العمل بالخارج لأن كان بيطمح يفتح فرص شغل للشباب في فلسطين، أصحابه وجيرانه والمعارف. المهم، خالد أسس شركة مقاولات وبلش يوظف الناس من حارته. أخذ مشاريع ضخمة داخل فلسطين. أجر العمال هناك كان عالي، بين 150 و 200 دولار بالنهار، وهذا المبلغ كبير حتى لو اشتغلوا خليجي. خالد كان يعطيهم راتبهم كاش، لأنه الكل تقريبا بدون حسابات بنكية. كل شهر قبل موعد الرواتب بيوم هو يستلم المبلغ، من 15,000 إلى 250 ألف دولار كاش، ويحتفظ فيها لحد ما يدفع للعمال باليوم التالي. فخالد كان متزوج وعنده ولد وبنت، وعمره 35 سنة. صار رجل أعمال محترم بكل معنى الكلمة. ومع كل الضغط عنده عادة حلوة، ليلة رجوعه بعد الشغل بيقعد مع رفقاته من أيام الطفولة الثلاثة، يسهروا ويضحكوا، ويروحوا عن قلوبهم، وبعدين بيرجع بيته لينام. وروتين يومه يبتدي من الفجر للشغل بعدين. فبواحد من الأيام صار موعد استلام الرواتب، والشركة قالت لهم يجي يستلم 250 ألف دولار. راح أخذ الشنطة ووقع الوصل، وبعدها رجع على السيارة وقال لمرته أروح أوزع الرواتب. كانت خايفة لأنه المبلغ كبير، لكن هو طمنها. بس ما رجع للبيت. اتصلوا فيه، اتصلت المرة ومرتين وساعة وساعتين، صارت الساعة 3 الفجر تقريبا وما حد عرف وين. اتصلوا باصحابه، بلشوا يخافوا. المهم طوقوا البلد كله، الكل بيدور عليه، العيلة، الأصحاب، العمال، شركة المقاولات، فتشوا الكاميرات، لقوا انه فعلا استلم المبلغ وطلع من عند الشركة. ركب المرسيدس، بس بعد هيك الكاميرات ما شافوه مرة ثانية. بعد 4 أيام لقوا السيارة مرمية على الطريق العام قرب مزرعة مهجورة، البوابات مفتوحة، الدم أثروا عليه، والشنطة والفلوس مفقودين، ولا أي أثر لخالد. الشرطة تدخلت، بلش يحققوا، فتشوا الكاميرات، ما في شيء يوقف عليهم ولا حدا بيعرف شو صار. مشان هيك صارت تختفي القصة لمدة 12 سنة، ما حدا حكى فيها، والناس فاكرة إنه اختفى وراح. شو هي الأسباب؟ ما حدا يعرف. بعد 12 سنة صار حفل زفاف بنفس الحي. الناس احتفلوا، أطلقوا رصاص احتفالات. وصلت الشرطة وبلشت تفتيش الحاضرين. واحد من الشباب اسمه علي انكشف عنده سلاح، حاول يهرب ولاحقه. المهم، علي يتهم بمغارة تبع الجبل. أخذوه مع كلاب بوليسية مزودة بكاميرات. الكلاب دخلت، بلشت تحفر وبلشت تكشف المغطى. الضابط سأل علي السكون هون؟ قال لا، معلقه فوق بالسقف بكيس، بس الكلاب راحوا لمحطة غير محطة اللي خبل وصار في جثة تحت الدفن. طلع جثة متحللة عليها آثار رصاص، 3 رصاصات تقريبا، وكانت عظام من أيام، جمجم مكسورة والأضلاع والأطراف. كان موت انتقامي بمعنى الكلمة. الطب الشرعي
حدد عمر الجثة من 10 إلى 14 سنة. ومين مات بالسن 30 إلى 40؟ مين اختفى قبل 12 سنة؟ العيلة قدمت بلاغ على اختفائها، والدي ان عملوه وطابقت الجثة مع خالد. خالد لما قتلهم وبالبحث طلع أن علي مثل رفيقه اللي اختفوا فجأة. كمان بنفس الفترة استدعوا كل أصدقائه المقربين علي ومصطفى وسعيد، هؤلاء الثلاثة. الشرطة اكتشفت أنه كلهم معترفين، صار بينهم حسد لخالد لأنه ناجح ومحترم، وكان يوسع عمله ومساعدته للجميع، وهالشي خلق حقد. بالنهاية قرروا يسرقوا منه المبلغ وعذبوه بشكل بشع، وأطلقوا عليه رصاص حتى يتخلصوا من الشاهد. بالمغارة وسرقوا المصاري أو الفلوس، بعدين هزوا ملف الاختفاء خوفا وأنه في شاهد يطلع عليهم. لكن علي نسي المكان لما بلشت فترة بعد حفلة وطلق النار، وبسبب الضغط انهار. جاب بالصدفة كشفوا القصة كلياتها. بعدين حكموا عليهم من المحكمة بالسجن المؤبد. عدالة أخيرا تحققت. صدق أو لا تصدق، اللي كانوا أصحابه ناس عرفوا حبه وظلوا مساعدينه، وصاروا يغاروا وتحولوا لأعداء. لما نشوف إنسان ناجح ما لازم نحقد عليه، لأنه الأحلام والاستثمار بالناس هو اللي بيفرق بيننا وبين الظلمة. لو وصلت للنهاية حط لايك وفعل جرس الإشعارات واشترك إذا بتحب قصص الغموض والخيانة المدروسة. ولا تنسوا تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم وخلونا نعرف رأيكم شو تعلمت من هالقصة في التعليقات. ونشوفكم في حلقة قادمة، والسلام لا اليوم الكرام.